تشهاوه وطلبوه ليا وانا بديك الشيء اللي عندي في الكوزينه نط وحضرته ليهم دغيا دغيا فرمشة العين. كريب بلا بيض بلا حليب كيجي رائع وكيجي ناجح مع واحد النكهه او اضافه اللي كتجيبو خطير في المذاق ديالو. اجو تشوفوا معايا الوصفه كامله. في واحد البول غادي ناخدو رشه ديال الملحه وغادي نزيدو كيس ديال السكر الفاني، وانا غنزيد 2 معالق كبار ديال سنيده، وغادي نزيد عليهم المكون الرائع السحري اللي كيعطينا مذاق خطير لهاد الكريب اللي هو قشور ديال الحامض. هانتوما حكيتهم مزيان بحال هكا مع سنيده باش كيزيدوا يطلقوا لينا ديك النسمه ديالهم. كنحكوهم جيدا بحال هكا بالاصابع ديالنا صافي. وغادي نزيدو باقي المكونات. هنا درت 2 كيسان ديال الماء وغادي نزيد زيت نباتيه 2 معالق كبار ونخلطو مزيان الخليط. وموراها غادي نزيدو الدقيق اللي غنديرو حتى هو 2 كيسان ديال الدقيق، يعني القياس اللي درت ديال الماء هو اللي غندير ديال الدقيق 2 كيسان 2 كيسان. هكا كيجينا الخليط مضبوط، كيجينا هو هداك الخليط ديال الكريب. خصو يكون خفيف ما يكونش ثقيل. الا كان الكريب ثقيل راه ما يجيكمش ناجح، ما يصدقش ليكم. خصو يكون خفيف صافي. وكنخلطو مزيان، خدمتو مزيان بهذا الفوي باش ما يبقاش لينا الخليط داير داك التكتلات، لانني هنا ما طحنتوش غير صفيتو. خديت واحد زلافه ثانيه ودرت الصفايه وصفيتو. ضروري تصفيوه باش كتحيدو دوك التكتلات اللي كيبقاو لكم ديال الدقيق وحتى القشور ديال الحامض اللي ضفنا، ضروري خصنا نحيدوهم. هنا راه طلقوا لينا الريحه صافي كنحيدو دوك القشور صافي. الخليط ها هو واجد. هنا مباشره غادي نشعل على المقله ونبدا نطيب في الكريب ديالي. المقله هنا راه سخونه وكنبداو نخويو في الخليط. هانتوما الخليط كيفاش كيجي القوام ديالو، كيجي خفيف هكا كتضمنوا كريب ناجح. الكريب الا كان ثقيل الخليط ديالو راه ما كينجحش، كيجي معجن وكيجي ثقيل. خاصو يكون خفيف في الخليط ديالو. هانتوما ما شاء الله شوفوا كيفاش كيجي، شوفوا كيفاش كيتنفخ في المقله. كيجي خطير هذا الكريب وكيجي ناجح ومضمون وجربوه على حسابي صافي. وهنا كطيبوا بطبيعه الحال على النار اللي تكون مهيله، خصو يطيب على خاطرو، ما تزربوش عليه في الطياب، طيبوه على نار مهيله صافي. وكنبقاو نقلبوه فيه من هنا ومن هنا حتى كيطيب مزيان حداك الكريب. هانتوما شوفوا كيفاش كيجي رائع، وكيف قلت لكم كيستحق التجربه وكيوجد دغيا دغيا. هانتوما شوفوا كيفاش كيتنفخ. اما الريحه ديال الحامض راها كتعطيه وهو كيطيب، كتعطي ديك ريحه الحامض كتحمق صافي. غادي نكملوا الكريب بالطياب كامل ونتلاقاو في الشكل النهائي. وصافي هنا من بعد ما كيطيب الكريب قدمته ليهم بهذه الطريقه. رافقته مع هاد الصلصه ديال الشوكولا اللي حتى هي حضرتها كتجي لذيذه بزاف. زوقته ليهم هكا بالشوكولات ورشيت عليهم شويه ديال الفيرميسيل شوكولا وقدمته ليهم بصحتهم. وصفه ناجحه 100%. نتمنى تجربوها تفرحوا بها وليداتكم. كيجي خفيف وكيجي رائع. الى عجبتكم الوصفه خليوا لي لايك ديالكم، خليوا لي تعليق محفز، وبارطاجيو الفيديو مع عائلتكم ومع احبابكم. وشكرا لكم على المتابعه. بسلامه عليكم ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله.